مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اليوم راح اعمل مسخن. هون في بالطنجرة هذه دجاج نظفته وغسلته وقطعته بهذا الشكل، وحطيت فلفل اسود، قرفة وهيل، ورق غار. وراح اشيل الزفرة اللي راح تكون عليه واتركه ليستوي. بهاي الطنجرة حطيت زيت زيتون وبصل، وراح اخليه ليتدبل. زي ما انتم شايفين هاي مية الدجاج غليت، وبشيل الزفرة عن الدجاج. وبدي احكي لكم شغله، انه لما بدكم تسلقوا الدجاج حطوا عليه مي من الحنفيه، مي عاديه، ما تحطوا مي مغليه. المي المغليه بتمنع انه الزفره تطلع من داخل الدجاج. اما المي العادي بنحطها وبنتركها تغلى مع الدجاج، هي اللي راح تطلع كل الزنخه والزفره الموجوده جوات الدجاج. زي ما انتم شايفين هي كلها الزفره هذه كلها بشيلها زي هيك. هلا راح احط قرن فلفل مسكر زي ما هو، بخليه هيك مسكر ليعطي نكهة للدجاج. هلا بوطي النار وبخلي الدجاج يستوي، بده تقريبا نص ساعة. هي هون الدجاج بعد ما انسلق، شايفين. وهون البصل هيو دبلناه بزيت الزيتون، هيو تدبل. هلا راح احط على البصل، احط عليه بهارات، بهار مشكل وشوية ملح، وراح احط السماق. زي ما انتم شايفين بحركه كويس. هلا كمان راح احط من مرقة الدجاج عليه، بحط شوي. ما بكتر ملح لانه مرقة الدجاج فيها ملح. هلا راح اجيب الدجاج واحطه جوات البصل لياخذ النكهة. كل الدجاج زي هيك راح احطه. راح احطه جوا البصل لياخذ نكهة البهارات ونكهة البصل. بنقعه شوي هيك. زي ما انتم شايفين الدجاج بعد ما حطيناه بالبصل راح احطه هلا بالفرن واحمره
وهون البصل هيو راح احطه على الخبز، خبز الطابون زي ما انتم شايفين، وراح احطه بالفرن واحمره وارجيكم الشكل النهائي ان شاء الله للي مسخن. وهي اللي مسخن صار جاهز، بتمنى تجربوه ويعجبكم، واهلا وسهلا فيكم بمطبخ سوزان.